هل سيخ كباب واحد يستاهل السعر ده؟ من حي النسيم وتحديدا طريق المية موجود واحد من اقدم المطاعم اللي بتقدم المشاوي التركيه في الحي، مطعم قضنه. مطعم بسيط وبديكور شعبي جدا وعمره يفوق ال 40 سنه. وجات لنا توصيات من صديقي فواز على الشيش بالعظم عندهم، فجينا عشان نجربه. واول ما بتقعد بينزل لك السلطه دي، سلطه بسيطه جدا وعليها سماق. وبدانا بعدها بشوربه العدس على الطريقه التركيه، مختلفه شويه عن اللي عارفينها وبهاراتها خفيفه بس كانت كويسه. ونيجي بقى لسيخ الكباب اللي اتكلمنا عنه، والنفر هنا بيكون سيخ واحد بس حجمه مختلف عن اي سيخ تاني وسعره 22 ريال. وهو ما كانش اقوى كباب اكلته ولكن كان كويس، وبيعملوا عندهم الخبز التركي فريش. ونيجي للي كترت عليها التوصيات، الشيش بالعظم. وانا عارف ان توصيات فواز ما بتخيبش، ملك المطاعم المجهوله. وتتبيلتهم في الشيش بصراحه كانت مميزه جدا، ويمكن واحده من اجمل تتبيلات الشيش اللي جربتها. تتبيلتهم في الشيش اللي بالعظم تحفه. وندخل على اجنحه، بس دي من توصيات انا، واحب اقول لكم ان دي اجمل تتبيله اجنحه مشويه اكلتها. فيها سنه سبايسي كده واخده حروقه بسيطه من بره، طعمها خطير. مطعم شعبي جميل يستاهل التجربه. وده كان حسابنا. سلام.